ان الفريق بتاعنا مش اي فريق. ليه يا ابني؟ ليه؟ اسالني ليه؟ مش عارف. بس هو احسن فريق. احسن فريق ليه؟ اختيار جوده، اختيار منتج، اختيار مهاره فنيه، اختيار ايد عامله بروفيشنال، صنعه، ذكاء، قيمه هندسيه. الصنايعي او المقاول السبلاير اللي شغال معانا مش مجرد صنايعي وخلاص، لا ده مجرد راجل بيكون هو بمثابه مهندس. لا بل مش هنقول بمثابه، هو مهندس في شغلانته. كهربائي راجل بروفيشنال. ليه؟ فاهم لينيات، فاهم توزيع احمال، فاهم كهرباء، فاهم مسارات، فاهم خطوط، فاهم اندايركت لايت، فاهم يعني ايه اضاءه فرعيه، اضاءه رئيسيه، توزيع السبوت لايت. ده مش ببلاش، الكلام ده مش ببلاش. تعال نتكلم على بند السيراميك. صنايعي الراجل بتاع السيراميك فاهم يعني ايه 45، فاهم يعني ايه زاويه، فاهم يعني ايه تجميع، فاهم يعني ايه جريد لاين الشبكيه. لما تيجي تتكلم معاه هو فهمان، لان في صنايعي فهمان وفي صنايعي مش فهمان. الصنايعي اللي مش فهمان هو اللي هيزعلك، دايما هيحط لك العقده في المنشار. الصنايعي الفهمان هو بيختصر عليك اقرب نقطه للاتصال، وهو فاهم لان هو فاهم الحته بتاعتك. تعال نتكلم على الكهرباء. طريقه التوزيع بالتشيك لاين، بالتوزيع بتاعها بالجريد لاين، ده لازم يكون راجل بروفيشنال. عارف لو هو مش بروفيشنال مش هيقدر يعمل لك الشبكيه دي. في ناس تاخد لاين تاني، في ناس تاخد لاين تاني، وهكذا. نفس القصه. تعال نخش نشوف سيراميك، تعال نخش نشوف الزوايا 45، تعال نخش نشوف حبه علاقات لا غنى عنها، لا غنى عنها، ما بتقلش بجوده الصنايعي او العامل او اللي شغال معاك. فده جوده البروفيشنال. لما تكون انت نازل تشتري بي ام او يعني مرسيدس او اي حاجه من الحاجات البروفيشنال، ما تقارنهاش بعربيه 128. ده صنايعي وده صنايعي، ده مهندس وده مهندس، ده كواليتي وده كواليتي. التابلو في الاثنين واحد، لكن الجوده والمنتج مش واحد. الصنايعي هنا بالدولار، الصنايعي هنا ببلاش. ادفع للاجير حقه عشان تعرف تاخد حقك يا عميل. كان معاكم مهندس الديكور محمد طهيمي، قناه طهيمي ديزاينز. ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك وسبسكرايب. هتلاقي فيديوهات ضرب نار بشغل عالي.